الغزوات والفتوحات والانتصارات في شهر رمضان. بيشهد التاريخ الإسلامي إن أغلب الغزوات والمعارك اللي قادها المسلمين في شهر رمضان كانت بتكلل بالفوز والانتصار. حرص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن تكون أغلب غزواته في شهر رمضان تقربا إلى الله عز وجل وإرشادا للمسلمين إلى سبيل الاستعداد لاحتمال الشدائد في الجهاد. وطبعا الكلام عن الغزوات والفتوحات الإسلامية مش هيكون سرد تفصيلي للغزوات اللي تسجلها التاريخ الإسلامي خلال شهر رمضان، لأن ده هيحتاج لدراسة كبيرة جدا، لكن هنقف عند أهم الدوافع اللي أدت للغزوة. غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك، وفي السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، وقعت بين مشركي مكة ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سمى القرآن الكريم ذلك اليوم يوم الفرقان، أي الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق الذي يمثله المسلمين وبين الكفار الذين أنكروا دعوة الإسلام. أدرت كتب السيرة وقتها إن عدد المسلمين كانوا 313 رجلا والكفار كانوا 1000 رجل. وفيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وناشده نصره الذي وعده، فأنزل الله تعالى نصره على المؤمنين وأمدهم بالملائكة المسومين. نزلت الآية الكريمة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. انتصر المسلمين في هذه المعركة، وقتل 70 من المشركين وأسر 70، وكان من اللي قتلوا عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل. وإن النصر في غزوة بدر ما كانش لفئة خاصة أو دولة معينة، لكن لعامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. غزوة فتح مكة كانت في السنة الثامنة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي في رمضان ومعاه 10,000 من الصحابة، فافتتح مكة ودخلها وطاف بالبيت الحرام، وبعدها حطم 360 صنم حول الكعبة، ثم دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين وكبر في نواحي البيت الحرام، وخطب في الناس خطبة عرفت بخطبة فتح مكة، وبايعه أهل مكة رجالا ونساء على الإسلام، وأطلق سراح أسرى كفارها، وقال قولته الشهيرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأصبحت مكة جزء من دولة المسلمين، وأقام بها النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يرشد الناس إلى الإسلام ويحثهم على السريان حول مكة للدعوة إلى الإسلام وتحطيم الأوثان. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، رواه البخاري. إن فتح مكة في 23 من رمضان من السنة الثامنة للهجرة شكل الآية العظمى على مدى الأخلاقية النبوية الإنسانية التي التزم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مقدما أرفع نموذج للتسامح والتواضع والسمو الذي عرفته البشرية عبر تاريخها. بينما صلى الله عليه وسلم يخفق قلبه بأروع المشاعر لأنه في طريقه إلى المسجد الحرام والكعبة، وقد فعل ما أراد واستلم الحجر الأسود وطاف بالبيت وهو يتلو قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبتتوالى آيات عظمته، ووقت ما كانت الجيوش الإسلامية بتزحف لمكة في ظل أوامر صارمة بعدم إراقة الدماء إلا في الدفاع عن النفس، أخطأ أحد القادة وهو الرجل العظيم سعد ابن عبادة، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريش. فانتزعت منه الراية بأمر الرسول وأعطيت لابنه قيس، وصحح الرسول صلى الله عليه وسلم العبارة حتى لا تذهب إلى الناس وتروعهم، قائلا: اليوم يوم المرحمة،
اليوم يعز الله قريشا وقد صدق، فلولاه ولولا دخول مكة في الإسلام لما كانت لمكة قيمة ولما كان لقريش قيمة أبدا. معركة القادسية كانت في رمضان سنة 15 للهجرة بقيادة الصحابي سعد بن أبي وقاص، وهي من المعارك الفاصلة بين المسلمين والفرس. وقد عانى المسلمين في هذه المعركة من الأفيال ونفرت منها الخيل، ولكن القبائل العربية اللي كانت حليفة لقسرى قبل إسلامها انضمت لجيش المسلمين، ومنها قبيلة تميم اللي كان ليها دور كبير في وضع خطة لهزيمة الفيلة بحكم خبرات أفرادها السابقة في القتال بجوار الفرس في السابق. فنجحت الخطة في هزيمة الفرس بعد أن استشهد الآلاف من جيش ابن أبي وقاص. فتح بلاد الأندلس كانت برضو في رمضان سنة 92 هجريا بقيادة طارق ابن زياد، ومعاه 12,000 جندي أكتريتهم من المسلمين البربر، فهزموا الجيش القوطي وكان عدده 40,000 جندي وقتلوا ملكهم، وكانت بداية الفتح الإسلامي للأندلس. معركة الزلاقة وهي في جنوب دولة أسبانيا حاليا كانت في سنة 479 هجريا. حصلت المعركة المشهورة في رمضان بين جيش المرابطين بقيادة يوسف ابن تشفين اللي دخل الأندلس من المغرب وجيش الفرنجة، وكان قائد الفرنجة قد كتب كتابا يتهدد فيه المسلمين، فكتب له ابن تشفين على ظهر كتابه الذي يكون ستراه، وقاد المعركة بنفسه وكان عنده 84 سنة، وكتب الله فيها النصر ليه ولجيشه. وكانت المعركة دي سبب في بداية عصر المرابطين في الأندلس، وهو العصر اللي بعد عصر الطوائف اللي كانت فيه الأندلس قربت تقع لولا انتقال المرابطين من المغرب للأندلس بعد استنجاد آخر ملوك الطوائف المعتمد ابن عباد بابن تشفين، مع ان ابن تشفين عزله فيما بعد وتولى هو إمارة الأندلس. معركة عين جالوت كانت في رمضان سنة 685 هجريا بقيادة السلطان سيف الدين قطز وقائده العسكري ركن الدين بيبرس ضد التتار اللي كانوا قد اجتاحوا بغداد. وعين جالوت قرية تقع بالقرب من نابلس، فلما التقوا ألقى الملك المظفر خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صوته وإسلاماه. ثم بدأت المعركة فانهزم التتار في البداية، وبعد كده رجعوا تاني وكان قرب جيش المسلمين انه ينهزم لولا انه صرخ قطز صرخة وصفتها بعض كتب التاريخ بالعظيمة، فسمعه معظم العسكر فحفزهم على القتال، ونزل السلطان عن فرسه ومسح وشه في الأرض وقبلها وصلى ركعتين، فكانت الغلبة لجيشه. معركة حطين واسترداد بيت المقدس بين المسلمين بقيادة صلاح الدين وبين الصليبيين كانت في رمضان سنة 584، وكانت معركة فاصلة بين الصليبيين والمسلمين. وحطين قرية بتقع بالقرب من قرية المجاورة بين النصرة وطبرية، انتصر فيها المسلمين وحط فيها الصليبيين نفسهم في وضع غير مريح استراتيجيا داخل طوق من قوات صلاح الدين أسفرت عن تحرير مملكة القدس وتحرير معظم الأراضي اللي احتلها الصليبيين في الشام. بيروى أن مجموعة من النبلاء والأمراء والأميرات قلنا لصلاح الدين وهن يغادرن بيت المقدس: أيها السلطان، لقد مننت علينا بالحياة، ولكن كيف نعيش وأزواجنا وأولادنا في أسرك؟ وإذا كنا ندع هذه البلاد إلى الأبد فمن سيكون معنا من الرجال للحماية والسعي والمعاش؟ أيها السلطان، هب لنا أزواجنا وأولادنا، فإنك إن لم تفعل أسلمتنا للعار والجوع. فتأثر صلاح الدين بذلك وفك أسر الرجال. معركة بلاط الشهداء وهو سهل قريب من مدينة بواتية الفرنسية قرب باريس، وقعت فيه المعركة الشهيرة بين المسلمين والفرنجة بقيادة عبد الرحمن الغفقي سنة 114 للهجرة في أواخر شعبان وأول رمضان.
ورغم أن المسلمين قربوا على الانتصار إلا أن وقتها قتل فيها الغفقي قائدهم. وقتها انسحب المسلمين، وده كان سبب في وقف الفتح الإسلامي في أوروبا. فتح عمورية، وهي بلد كبيرة قرب أنقرة التركية، وكانت من أفضل البلاد الأوروبية وأكثر مكانة من القسطنطينية. وكان الروم هاجموا المسلمين وقتلوا منهم عدد كبير جدا كما أوردت كتب التاريخ، وأسروا الرجال وسبوا النساء، فصرخت منهم امرأة هاشمية ومعتصماه. بلغ الخبر المعتصم فأجابها وهو جالس على عرشه: لبيك لبيك. وجهز جيش عظيم وخرج للروم وافتتح عمورية في رمضان سنة 223 هجريا. فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح. إن القسطنطينية التي بشر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بفتحها فتحها السلطان محمد الفاتح رحمه الله، اللي وضع خطة غاية في الدهاء وروعة في الإعدادات العسكرية ودقة التنفيذ. يوم حمل السفن برا على جذوع الشجر، وبعد كده دحرجها ونزلها في البحر خلف البيزنطيين من حيث لا يتوقعون، مما أدى إلى ارتباكهم ودحر أسطولهم وهزيمته، وفتح القسطنطينية اللي أصبحت فيما بعد عاصمة الخلافة، وحملت اسم إسلامبول أو إسطنبول أي مدينة السلام. كانت القسطنطينية قبل فتحها عقبة كبيرة في وجه انتشار الإسلام في أوروبا، ولذلك فإن سقوطها يعني فتح أوروبا لدخول الإسلام بقوة وسلام أكتر من ذي قبل. وبيعتبر فتح القسطنطينية من أهم أحداث التاريخ العالمية، وخصوصا تاريخ أوروبا وعلاقتها بالإسلام. حرب أكتوبر كانت في رمضان سنة 1973، فيها تمكنت القوات المصرية والقوات العربية من الانتصار على القوات الصهيونية الغاصبة، فعبرت الجيوش المصرية قناة السويس وحطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر بعد أن حطموا خط بارليف الحصين. ختاما، إن المجاهدين المخلصين في كل زمان ومكان قادرون بتوفيق من الله على صنع النصر من رماد الهزيمة وبناء الحضارة الراقية في خرائب العدوان، وزرع حدائق العلم والنور في ظلمات الجهل، إذا وجدوا من يحسن قيادتهم ويضرب لهم المثل والقدوة ويتميز بالإخلاص لله